وصفة البنت الكورية اللي بتخلي البشرة نقية. ايه الكلام ده؟ كنت من كام يوم قاعدة فشايفة بنت كورية عملت وصفة جبارة وفرقت معاها قوي في شكل بشرتها. اسكت ما اسكتش، جربتها ودخلت على التعليقات عندها وشفت قد ايه فرقت مع ناس كتير، حتى انا شخصيا فرقت معايا. وصفة جبارة، بقولك وصفة من الاخر. طبعا كلنا متفقين ان الكوريات بيحبوا الرز جدا، سواء يستخدموه لبشرتهم او في الاكل او في الشعر كمان، هو الحاجة الاساسية عندهم في يومهم. طب تعالي نشوف هي عملت ايه. صليتي على سيدنا الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنت دي جابت رز وطحنته، وبعد ما طحنته خدت منه معلقه، حطي عليه معلقه من الزبادي الطبيعي. تمام. بعد كده زادت عليه معلقه من العسل النحل، والعسل النحل جبار ورائع في اعاده شباب البشره وعلاج شيخوخه البشره. زودت الخلطه بتاعتنا بميه رز، وكمان زودت عليه حليب بودر، وكل المكونات دي رائعة لنضارة وإعادة حيوية بشرتك. بشرتك بهتانة، بشرتك فيها تسبغات، بشرتك مش في أحسن حالتها، اعملي الوصفة دي، اعتمديها في يومك، خطيرة، هتعمل معاكي الصح وهتلاحظي انت بنفسك الفرق. خلاص معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.